ربنا موجود كلمه تتنفذ بيها القلوب. لما بقول الجمله دي ايه اكتر حاجه بتفتكريها؟ فاكر دايما اكتر 3 اسماء من اسماء الحسنى بحبها. هما بحب اسم الله القريب، اسم الله الفتاح واللطيف. القريب فتاح لطيف اكتر 3 اسماء بحسهم قوي. يعني بحب قوي الايه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. فكره اني قريب، يعني ربنا جل جلاله عبر باني قريب، مش اني سميع، مش اني مجيب. لان احنا تقريبا في وقت الاحتياج قوي بنحب حاجه قوي، بنبقى عايزينها قوي، بنبقى عايزين احساس القرب، فكره الاطمئنان. انا حابه قوي ان حد يكون قاعد جنبي، يعني شايفني، سامعني، حاسس بيا. ففكره قريب دي في حد ذاتها اصلا بتحسسني برضو بالامان، انه الله قريب. مش لازم مثلا، طبعا حلو جدا ان انا اقوم افرش مصليه في اتجاه القبله وادعي، بس ممكن وانا قاعده كده هم داعيني واسرح وادعي بدعوه معينه من قلبي وبصدق قوي بتجيلي. اصحابي يقولوا احنا بنسال الله في رباط الجزم، اللي هو اكتر من كده ايه، فاللي هو ادق تفاصيل حياتنا احنا ممكن نسال الله فيها. زي نطلب مثلا اول ما نصحى يوم هادي، نطلب مثلا يكون في ود بينا في البيت، وتلاقي ده بيتحقق فعلا. يعني سبحان الله. فاسم الله القريب بيحسسني دايما انه طول ما انا ماشيه في حياتي وبقول الله قريب مني، بستشعره وبدعي، فالدعوه الحمد لله بتستجاب بالشكل اللي ربنا رايده والطريقه اللي ربنا رايده. انا من اكتر الحاجات اللي فرقت جدا معايا وانا بتعلمها عن فكره قرب ربنا سبحانه وتعالى، دايما يقول لك ايه، انه خلي بالك ان انت دايما متصور ان ربنا يعني ايه، استغفر الله العظيم، يعني بيقرب ويبعد. ان احنا بنقرب ونبعد عن ربنا، كأن في مسافات فانت بتقرب وتبعد فيها. يقول لك لا، وربنا سبحانه وتعالى قال اني قريب سبحانه وتعالى، هو لا يتغير. احنا كبني ادمين يطرق علينا التغير، انت تقرب تبعد تكسل يبقى عندك نشاط شويه ماشي، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا، هو على طول جنبك. نحن اقرب اليه من حبل الوريد. فسبحان الله، هو سبحانه قريب، انت بقى زي ما انت بتقولي حاسس بده او مش حاسس، الموضوع راجع لك انت بالظبط. عشان كده كان دايما ايه، يعني في كلمه كده، يعني ايه، انا كنت في الاول بستقلها شويه، بس ايه مع الوقت حسيتها جدا، هي فكره الحجب. عارفه انك كانك ما بينك وبين ربنا حجاب، وبعدين مع الوقت كل ما بتقربي منه اكتر، كل ما بتحاولي ان انت تبذلي اكتر، فربنا سبحانه وتعالى يروح مقربك اكتر، يحسك اكتر بالقرب، انت كده كده قريبه. فحجاب عن حجاب بيتشال، فبتحسي قوي بقرب ربنا سبحانه وتعالى منك. كانت صاحبتي مثلا تقول لي ايه، تقول لي انا ممكن ابقى نايمه كده وعماله في دماغي مليون مشكله، وفي نفس الوقت مش عنديش حل ولا واحده فيهم. فبص كده اقول يا رب انت العالم، انا ما عنديش حاجه ومش بايدي حاجه. انام اصحى الاقي اللي جاي يصحيني يقول لي مش عارفه ايه حل حقيقي، مين بعت لي مسج يقول لي مش عارفه ايه. فسبحان الله، يعني لحظات قبل النوم دي بالذات بتبقى لحظات مش لا واعيه. بيسموها الالفا، من كتر ما انت بيبقى عقلك بيفتكر كل حاجه سبحان الله قبل النوم، فاللي بتفكري فيه بتصحي اصلا تحسيه. يعني عشان كده فهي سلمت قبل النوم وربنا حلها سبحان الله. عشان كده لازم ننام على الاذكار، لازم ننام على الاستغفار عشان نصحى نبقى يعني عندنا اطمئنان شويه. عايزه اقول لك، احكي لك موقف عن حته يا رب انت عالم. انا تايهه بقى. كنت في رابعه جامعه، وكان عندنا ماده كانت صعبه جدا، كانت اخر ماده كانت بالانجلش، اقتصاد بالانجلش تقريبا، فكانت صعبه جدا، كلنا كنا بنشتكي منها. قبل الماده بيوم جالي دور برد شديد جدا جدا، واحتقان بقى، ودور برد اللي هو عايز له ابر ده. عايزه اقول لك ان انا ما ذاكرتهاش تقريبا، قريتها قرايه كده، والملزمه اللي هو بقراها فعلا كان قدامي حلين، يا اما ان انا يعني اضغط على نفسي وما انامش وما اخدش دواء واذاكرها وابقى رايحه الامتحان اصلا يعتبر شبه مش حاضره، ذهني مش حاضر، انا تعبانه فعلا، عندي دور برد شديد جدا، يا اما اقراها كده وانام كويس عشان جسمي بيرتاح ومش عارفه ايه. فاخدت القرار ان رحت اخدت ابره ونمت فعلا كويس. دخلنا الامتحان حرفيا انا حليت بحياه ربنا كده، عارفه اللي هو بعيد، يعني بكتب جمله بعيدها تاني، اكتب جمله مش كاتبه حاجه، مش حافظه حاجه. والله العظيم رجعت خرجت من اللجنه، والله العظيم كل الناس بتقول الدكتور قال كله في الماده دي نجح. كنت قبلها بقى بعيط عياط هستيري، وبقول يا رب طب انا مش عارفه اعمل ايه، طب انا قصرت في ايه، طب انا قعدت اتكلم مع ربنا كتير، يعني اللي هو يا رب انا مش عارفه اعمل ايه بجد، ودي سنه رابعه بكالوريوس، مش عايزه ابقى في الملف بتاعي نقطه سودا ان انا شايله ماده، كنت فعلا متاكده ان انا هشيلها. بس لما نمت وانا مسلمه صحيت لقيت لطف، يعني حاجه بجد وفتح زي ما بيقولوا. فالموقف ده المواقف اللي هو على طول بفتكرها، ببقى في مشكله
افكر نفسي فاطمه ارجعي كده، افتكري كده الماده، افتكري كده انت نمتي على ايه، رحتي الامتحان حصل ايه، وطلعتي من اللجنه حصل ايه. دي من المواقف اللي دايما بفكر بيها نفسي، اللي هو لا يا رب انت فعلا مدبر الامر، فعلا مدبر الامر. بس احنا ناخد بالاسباب وخلاص، هو مدبر الامر. تعرفي سبحان الله، يعني احنا برضو يعني ساعات كده ايه لما بنقول ربنا موجود سبحانه وتعالى او ايه محتاجين سند ربنا معاونه، ساعات بيجي في دماغنا اللقطات الحاسمه في مستقبلنا زي ما انت بتقولي كده، بس ساعات كمان بتلاقي في حاجات صغيره خالص، بتحسي ان الحاجات الصغيره دي بتفرق. عارفه مثلا لما حد يعني ايه يقول لك ايه اغلى الهدايا مش عارفه المجوهرات، اغلى الهدايا ورده. فهي سبحان الله ساعات معانا احنا يا رب انت واخد بالك، يعني مش احنا عارفين ان هو واخد بالك سبحانه وتعالى من كل حاجه، بس هو فكره يا رب انت بتعمل لي دي، انت عايزني افرح في دي، انت شايل عني دي. من اول مثلا وانا جايه النهارده بركب العربيه وانا نفسي جدا تبقى مكيفه، سبحان الله يعني انا مش لاقي حاجه اركبها فايه فاللي هلاقيها هقول اوكي خلاص، فسبحان الله مكيفه وطلعت مكيفه رغم انها مش طالباها كده. فقد ايه فعلا ساعتها حسيت ان لا توقفي لحظه، عشان اللحظه دي لحظه ايه، يعني لحظه عنايه بالظبط. بيقول لك اذا العنايه لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن امامي. ما تحسي كده ان عنايه ربنا سبحانه وتعالى محوطاك، نام وما تخافش من اي حاجه. احنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل، كان بينام وتحت الشجره مش عارفه ايه، ويبقى حد يقول له انت مين هيحميك مني؟ يقول له الله. انت فاكر يعني هو مين اللي بيقويك ومين اللي الله سبحانه وتعالى. ومين فتاح، اسم الله الفتاح. بحس قوي ان اسم الله الفتاح بيجي في اوقات دي، يعني ابواب مغلقه، حاجه مثلا ملهاش حل، تلاقي فتح كده سبحان الله ما تعرفيش جه منين. فاسم الله الفتاح فعلا فتاح، من غير ما تحسي، من غير ما ترتبي، هو فتاح بيفتح الابواب المغلقه. هو حتى قيل في معناه انه اسم الله الفتاح بيفتح الابواب المغلقه. فدايما بحس المعنى ده كنت ببقى شايله اهم حاجه، مثلا خطوه جديده اعملها في حياتي واقول انا مش مستعده ليها كفايه، او انا اضمن منين ان انا مستعده ليها اصلا. طب اضمن منين ان انا اقدر اعمل ده؟ خدي بالاسباب يا فاطمه، وهتلاقي اسم الله الفتاح يعني جنبك بيلحقك، موجوده على طول. وحسيتها كتير في مواقف كبيره وصغيره يعني. يا فاطمه لو اخدتي بالاسباب واسم الله الفتاح جنبك وما اتفتحش الباب، تحسي بايه؟ اتفتح بطريقه انا مش متوقعاها او مش كده. بص اقول لك على حاجه كنت سمعتها برضه قبل كده من داعيه، فكره ان احنا بنبقى عايزين حاجه بتحصل وواحد اتنين تلاته بيعملنا احنا. مين العليم؟ الله. مين اللي خلق الكون؟ فالطبيعي ان ربنا هيحل لك المشكله دي بطريقته هو مش بطريقتك انت. المعنى ده على قد ما هو بسيط وبنقوله، بس هو صعب شويه ان احنا نستوعبه. احنا بنبقى عايزين حاجه بالظبط الصراحه، يعني احنا كبني ادمين وكفطره بنبقى عايزين حاجه بالظبط تحصل. يعني عايزه مثلا نجاح بالشكل الفلاني، عايزه ان انا اتبسط مبسوطه بوجود شريك حياه، عايزه اكون مبسوطه بان انا ابقى مشهوره مش عارفه ايه، بالفلوس مثلا. بس الفكره ان احنا ندرب نفسنا ان احنا نكون مبسوطين بالفتح اللي ربنا عمله لنا بتدبيره هو. فلو انا مثلا بعوز حاجه واسم الله الفتاح، يعني حاجه مقفوله قوي وعايزه استشعر اسم الله الفتاح، بحاول ادور وعارفه اللي هو بيقول لك ايه، بنخور كده ورا الحاجه علشان اشوف هو ربنا حلها لي ازاي. انا مصيره اشوف الفتح، عايزه اشوف الفتح. ودي حاجه يعني انا مش مولوده كده بيها، انا بدرب نفسي على ده وما زلت بدرب. ما زلت بعيط جدا الحاجه اللي عايزاها ما بتجيليش، ما زلت بتضايق جدا لما حاجه بتاخر ما بتجيليش. العلاج حاجه، ولكن مش عايزه اوصل لمرحله انه ليه ما تجيليش. بحاول ما اوصلش لده. في نفس الوقت انا عايزه اكون زي سيدنا ابراهيم بقى، او بحب فكره سيدنا ابراهيم قوي. فكره ان سيدنا ابراهيم كان مسلم من ربنا قوي. يعني انت هتسيب ستنا هاجر وسيدنا اسماعيل في الصحراء؟ لا. ستنا هاجر لما سالته انت هتسيبنا؟ مين؟ ما ردش اصلا. يعني انا حتى ما سمعت القصه ما ردش، هو سابها، هي فهمت الله لن يضيعنا خلاص مفيش. فانا عايزه اوصل للمعنى ده يقين، ونفسي كلنا نوصل له. يعني انا بحارب عشان اوصل للمعنى ده اللي هو ايه، ربنا حاطيني في الحته دي بعد اخذ بالاسباب. انا برضو مش هبقى فيه تواكل طبعا، بس أنا ان شاء الله يعني اكيد دي حاجه خير ليا، يشيلنا نشوف الحكمه دلوقتي، بس هي خير ليا ان شاء الله. نفسي اعمل ده. يعني النقطه اللي انت قلتيها برضو يعني نقطه صح، وهي اللي بتدربنا. نقطه ايه بقى؟ ان انا ممكن بعيط ان انا كان نفسي في حاجه وما حصلتش، ان انا كان نفسي اخف وما خفتش لا قدر الله لو حد عيان، ان انا نفسي انجح وما نجحتش، ان انا نفسي اخد الوظيفه دي وما توظفتش، ان انا نفسي اتجوز وما اتجوزتش، نفسي ابقى معايا فلوس بس فكره ان انا بعيط
بس من جواه متاكد انه رزقه متوزع سبحانه على العباد، ان هو فتحه موجود في وسط عارفه اللي هو ان مع العسر يسر، ان هو اليسر مع العسر الاثنين موجودين اصلا. بس ممكن انا متألم دي حاجه ثانيه، انا مش عاجبني ده فهمي الصغير ماشي، بس مؤمن ان في علم العليم زي ما انت ابتديتي، العليم سبحانه وتعالى هو اللي يرى الموضوع ويعلم، خبير سبحانه وتعالى، فهو عارف الموضوع ايه، احاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، فيعلم سبحانه من كل الجوانب. فانا حتى لو انا في حته في جانب معين كده من زاويه معينه بتاعتي مش مرتاحه، بس من جوايا متاكده عيطي يا رودينا زي ما انت عايزه، بس الله سبحانه وتعالى بيعمل ايه؟ بيعمل خير. والله لو اقنعتوني بايه هو بيعمل خير، طب انت مش متقبله ليه؟ ايه؟ الايمان بيزيد شويه شويه، وبعدين الزعل ما بيناقضش الايمان او ما بيناقضش فكره اليقين، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيط على ابنه لما توفى سيدنا ابراهيم. عادي، ايه المشكله؟ بني ادم بيحس بيتالم، احنا بنتالم مشاعر عادي جدا، بعيط بس راضي من جوايا، بعيط بس طبعا ما وصلناش لمرحله النبي صلى الله عليه وسلم، بس ايه بندور على اليقين زي ما بتقولي، بندرب نفسنا عليه بالظبط، ده الطبيعي، والمفروض اصلا ندرب نفسنا عليه في الايام العاديه، مش نستنى مش نستنى. يعني غزه، اهل غزه الصمود اللي هم فيه ده من ايه؟ ما جوش وقت الموضوع وحصل كده، لو هم متدربين عندهم قوه سبحان الله اراده من بدري جدا. تحسيها حتى في اطفالهم، يعني فكره الشهاده، فكره ان هم فاهمين فكره ان دي ارض مقدسه، ان المسجد الاقصى ده ثالث الحرمين، فاحنا هندافع عنه والله لو اخر نفس فينا. سيبك من يعني طبعا ثالث الحرمين وكل حاجه، ارضك بلدك حد عايز ياخدها منك، والله لو هيحصل لي ايه هموت فيها. هتلاحظي الاطفال نفسهم يتيجوا كبار لحقوا يتدربوا ممكن، لكن الاطفال لولا وجود كبار يعرفوا يزرعوا ده جواهم ما كانوش الاطفال طلعوا كده. الهدف بقى برضو من البودكاست ان انا مش بقول لك انت دلوقتي حصل لك ابتلاء معين ارضى، انت بتعيط، ما عندهاش راجل بيعيط، ما عندهاش حد يعيط على اقدار الله، لا عيط وطلع مشاعرك بس بتأدب طبعا مع الله بأدب، ولكن مش لازم تفهم الحكمه دلوقتي، ولكن ايه اصبر ارضى، خليك محتسب ده عند ربنا، افهم الاول ربنا عمل ده ليه، اصلاح ذاتك اصلا، تطوير ذاتك، والحاجات دي كلها اصلا يعني تيجي مع الالم. زي ما قلت قبل كده الانسان استجابته للالم اعلى من استجابته للسعاده، فاحنا مش بيتعلم غير ما يتألم فعلا. دي حاجه حقيقيه فعلا، يعني كلمه ربنا موجود كلمه يتنفذ بيها القلوب. يمكن لما ابتدينا بيها انا دايما بحسها فكره ايه، يعني هو طبعا يعني مفيش احتماليه ان ربنا ما يبقاش موجود، استغفر الله العظيم يعني، بس فكره ان ربنا موجود هو شاهد. لو انا اتظلمت، لو حد اخذ حقي، لو حد اهاني، لو حد اذاني، ربنا موجود سبحانه وتعالى. احنا بنشوف الاحداث اللي بتحصل في غزه، احنا مستغربين اللي بيحصل وربنا ما بيستجيبش دعائنا. ربنا ليه تدبير في الكون كله، مش هيجي عشان لقطه يعني ايه يعني، لا سبحانه حكيم، كل حاجه ليها تدبيرها. فربنا موجود سبحانه وتعالى، انت لو مؤمن بوجوده سبحانه وانه شهيد. لو احنا بنقول ليه اللي حصل في غزه، بنقول مثلا ليه اللي حصل في اصحاب الاخدود، 10,000 عدد ايامهم، يعني شعب كامل اتحرق حي. طب ليه؟ يعني استغفر الله العظيم، ليه يا رب؟ ليه يا رب كده؟ طب ما هم امنوا يا رب، يعني في لحظه ايمانهم ولحظه موتهم، هي الايمان لحظه وبعد كده ايه؟ جنه وخلود، يعني سبحان الله ما عملوش حاجه في حياتهم غير الصمود في اللحظه دي، وهي جامده تقيله فعلا، صعبه طبعا، مش اي حد بيتحملها، هو درس مش اي حد، بس برضه ربنا بيبتلي على قد الايمان، مش اي حد بيقدر يستوعب ويفهم ده. والايمان مش بالزمن، شوفي هم لحظه يعني فعلا قد ايه الصحراء بتوع سيدنا موسى، سبحان الله، يعني لحظه واحده وتلاقيهم بعد كده قاموا خطباء بلغاء بيقولوا كلام جامد جدا. هم حسوا بالصدق قوي ان هو الله واحد، ان فرعون مش الله واحد، وهنعمل بقى قسم مستحيل عشان نبقى معاه، مش فارق معانا اللي انت تعمله، هي دنيا خلاص. لكن الحاجات اللي موجوده عشان نتعلم منها، ما ده الحلو في القران، انه في تأهيل اصلا نفسي للازمات الكبيره اللي موجوده في العالم. يعني اللي حصل في غزه صعب ومؤلم وصعب جدا، ولكن تعالي كده في القران كل القصص، كل الانبياء حرفيا مع قوم، يعني مع اقوام اتعذبوا، شافوا حاجات صعبه جدا. يعني مثلا قوم عاد كانوا جبارين ازاي، وقوم لوط، يعني هتلاقي في كل قصه من القصص حرفيا الطغاه صعب جدا. وربنا النمرود، انا كنت قاريه عن النمرود ان ربنا يعني من حكمته في ان هو يهلكه ذبابه اكتر من كده ايه، وجات له في ودنه عشان الناس تفضل تضرب فيه. يعني انت اصلا يعني شوفي الطريقه اللي ربنا اهلك بيها النمرود، اللي كان بيدعي ان هو اله، بيتحدى سيدنا ابراهيم. اللي بيحصل فعلا في غزه مؤلم، ولكن تعال نرجع للقران، كل القصص اصلا في طغاه
وفي انبياء بيحاولوا يحاربوا ده باذن الله طبعا، وفي الاخر ربنا بيهلكهم بطريقته اللي هي اصلا مفيش اجمل منها، مفيش احكم منها. فاحنا نحتسب ونصبر. النبي والمؤمنين اللي معاه يعملوا اللي عليهم، ثم ياتي الفتح من الله، او لا قدر الله كان بيحصل طبعا في الاقوام اللي قبلنا الهلاك من الله. ربنا يا رب يرزقنا الفتح وما يرزقناش الهلاك. اللهم امين. موجود كلمه تنفذ بها